المشاهدون الأكارم، طبتم وطابت أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. نشرة الأخبار نقدمها لكم من الفضائية الإرترية، نسهلها كالعادة بأهم وأبرز العناوين. دعوة للدافع بحماية التربة والمياه في إقليم عنسبة. فرع الشباب في شمال البحر الأحمر يقيم أنشطته. تنظيم سباق السيارات والدراجات النارية في أسمرة. ساحل العاج وأنغولا توقعان 14 اتفاقية لتعزيز التعاون. بوتين يدعو إلى استئناف إنتاج صواريخ متوسطة المدى بقدرات نووية. إسبانيا وتشيلي تنضمان رسميا لدعوة الإبادة الجماعية ضد إسرائيل. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. دعا حاكم إقليم عنسبة السفير عبد الله موسى في الاجتماع التقييمي نصف السنوي الذي عقد في مدينة كرن يوم 27 من يونيو إلى الدفع بأنشطة حماية التربة وحفظ المياه باعتبارها أساس متين للغذاء. وناشد في الاجتماع الذي شارك فيه مسؤولو الأقسام ومدراء المديريات وممثلي الوزارات بتنظيم الشعب لتدريج وتمهيد وتسميد الأراضي واستخدام البذور المحسنة. وذكرت التقارير المقدمة بناء 24 سدا صغيرا في الإقليم خلال السنوات الثلاث الماضية، كما أجريت دراسات لبناء 5 سدود هذه السنة في أروتا ورهي وأدرباء ومرات ومزابط، ونجاح أنشطة حماية التربة وحفظ المياه في الأراضي الزراعية بنسبة أكثر من 90%، وكذلك منح الاهتمام لبرامج إصلاح مجاري المياه. وأشارت التقارير إلى العمل الجاري لسد نواقص الخدمات الاجتماعية والعمل لإرساء خط مياه من سد هبرس الليم إلى هبرس عدم، وبناء فصول دراسية إضافية في بلدتي كرسة وفنشبكو وشق طرق ترابية من بلدة إيدن إلى دبر سينم، ومن حليب منتن إلى أدربا، ومن عريتاي إلى هبرس الليم وهبرس عدا بمشاركة واسعة من الشعب وتعاون الجيش. وأوصى الاجتماع بصيانة البنى التحتية للمؤسسات الصحية القديمة ومنح أولوية للمدارس التي تدرس في القيام والقيام بالدراسات المتكاملة للقرى التي تواجه مشاكل في خدمات المياه، والاهتمام بالقرى والضواحي التي لم تحصل على خدمات الكهرباء والاتصالات. خرجت مدرسة محابر الفنية يوم 29 من يونيو 130 طالبا في الدفعة 24 بعد دراسة نظرية وتطبيقية استمرت لعامين في 7 مجالات. تلقى المتخرجون الدراسة في مجالات الميكانيكا والبناء والكهرباء والإلكترونيات والحدادة والمجاري والنجارة. وأوضح مدير المدرسة الأستاذ سسفازقي أبرهة في المناسبة الدور الكبير لتنمية القدرات البشرية في الأعمال والتنمية، داعيا الطلاب للعمل بتفاني وإخلاص. وأوضح المدير العام لقسم التعليم الفني والمهني في وزارة التعليم السيد معاشو قبرة نسائم أن استثمار ضخم جرى خلال السنوات القليلة الماضية لتصليح المدارس الفنية بالمعدات الحديثة وتوسيع المباني التعليمية، وسيتخرج هذه السنة حوالي 900 طالب من مختلف المدارس الفنية في البلاد. وأكد المتخرجون على الاستعداد للمساهمة في برامج التنمية التي تشهدها البلاد. وقدمت في المناسبة الشهادات والجوائز للمتفوقين من الطلاب. هذا وقد تأسست مدرسة محابر الفنية عام 1994 وخرجت حتى الآن 5038 طالبا. عقد فرع الاتحاد الوطني للشباب والطلبة في إقليم شمال البحر الأحمر اجتماعه التقييمي النصف السنوي الأول يوم 26 من يونيو في مدينة أفعبت. وأوضح رئيس الفرع الشاب سليمان يوسف في كلمته في الاجتماع القيام بأنشطة تأهيل العلوم الاجتماعية والتدريب المهني للشباب وتوسيع التأطير في المؤسسات التعليمية والصحية. وأوضح مسؤول المديريات في التقارير التي قدموها أنه وبالرغم من وجود صعوبات في بعض المجالات فقد تم إنجاز عمل ناجح في برامج التوريث ورفع الوعي السياسي للأعضاء والمشاركة في الأعياد الوطنية والأنشطة الثقافية والرياضية والمعلومات العامة والتدريب المهني وتعزيز التنظيم وغيره.
وقال مدير مديرية أفعبس السيد أحمد محمد نور رجب إن انعقاد اجتماع في أفعبس ساعد في التعرف على الأنشطة التي يتم تنفيذها في مختلف المديريات واكتساب الخبرات. وأوضح رئيس الاتحاد الوطني للشباب والطلبة السيد صالح أحمد دين أن الآراء والتوصيات البناءة المقدمة تساعد في فعالية العمل، داعيا لمساهمة كافة قطاعات المجتمع لبناء الشباب الوعي المسلح بالمعرفة. يتم إنشاء سد جديد بسعة 198 ألف متر مكعب في إدارة ضاحية ليبان بمديرية الأوغعنسبة بمبادرة من المواطنين ومساهمة الحكومة بهدف تقديم خدمات المياه للمواطنين والحيوان. وقال مدير الضاحية السيد تسفاي كسة لوكالة الأنباء الإريترية إن الناس مؤطرون في مجموعات ويتم التنسيق بينها وبين أعضاء الفرقة 17 بقوات الدفاع الإريترية لضمان المزيد من الفعالية. وقال المهندس تمسجن قيتوم عضو وزارة الزراعة والمسؤول عن العمل إن عرض السد يبلغ 13.5 مترا وارتفاعه 17 مترا، وقد اكتملت حتى الآن 32% من أعمال البناء. من جانبهم قال المشاركون إنهم كانوا يقطعون مسافة 6 كيلومترات للحصول على الماء، مما كان يشكل ذلك عبئا ثقيلا عليهم، مشيرين إلى أنه ومع اكتمال السد ستحل المشكلة وسيستفاد منه أيضا في تنمية البساتين. وأشاد مدير مديرية الأوغعنسبة السيد أبراهام حقوس الذي تفقد تقدم العمل بالمبادرة التي اتخذها الأهالي ومساهمة الجيش، داعيا الاستمرار في العمل حتى يكتمل السد بشكل جيد. هذا وتعد ضاحية ليبان واحدة من ضواحي مديرية الأوغعنسبة 13. تلقت 90 امرأة من إنبا قليانو ودرفا وقلعي في الإقليم الأوسط دورة تدريبية في إعداد الغذاء المتكامل للأطفال لمدة 3 أشهر نظمها الاتحاد الوطني للمرأة بالتعاون مع وزارة الثروة البحرية. وذكرت مسؤولة الاتحاد الوطني للمرأة فرع الإقليم الأوسط السيدة ألم بلاي في مراسم التخريج التي جرت في 25 و26 و29 من يونيو، ذكرت أن الدورة التدريبية هي للمدربات واستمرار للدورات التدريبية الجارية على مستوى البلاد. وحثت إحدى المدربات السيدة رهوة أيوب المتدربات على زيادة وعيهن والاستفادة السليم للموارد المتاحة في منطقتهن. وقالت مسؤولة الشؤون الاجتماعية في الاتحاد الوطني للمرأة فرع الإقليم الأوسط السيدة إيسا قبر هنس إن الفوائد الصحية لDMK والبطاطا الحلوة وأسماك المياه العذبة تلعب دورا مهما في ضمان المحتوى الغذائي للطعام. نظم الاتحاد الوطني لسباق السيارات والدراجات النارية سباقا في منطقة بيت قرقيش في أسمرة اليوم 30 من يونيو. وأوضح رئيس الاتحاد الوطني لسباق السيارات والدراجات النارية العقيد نقوس قرماي في المناسبة التي حضرها وزير البناء السيد أبره أسفها ومفوض الثقافة والرياضة السفير زمد تقلم، وكذا مسؤولون آخرون، أن السباق منظم بمناسبة الذكرى 33 للاستقلال، ويسهم في مواصلة وتطوير سباق الدراجات النارية الذي له تاريخ عريق في البلاد. شارك في السباق 62 متسابقا في 8 فئات تتراوح بين 1000 سنتيمتر مكعب للمبتدئين و2000 سنتيمتر مكعب توربو، بينما تنافس 9 متسابقين في فئتي 175 سنتيمتر مكعب و125 سنتيمتر مكعب في الدراجات النارية. وقدمت في نهاية السباق الذي تم بثه مباشرة على الفضائية الإريترية وشاهده عدد كبير من عشاق الرياضة، قدمت الكؤوس والميداليات على الفائزين. مشاهدينا فاصل من ثم نعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي. أهلا بكم على الصعيد العالمي. وقعت دولتا أنغولا وساحل العاج 14 اتفاقية لتعزيز التعاون الثنائي في عدد من المجالات شملت الزراعة والموارد المعدنية والنفط والغاز والصحة والبحث العلمي والسياحة والتعاون العسكري والفني.
وفي مدينة أبيجان الإيفوارية وبحضور رئيسي أنغولا غواو لورنسو وساحل العاج الحسن وترى تم التوقيع على الصكوك القانونية من قبل وزراء الوزارات المعنية إلى جانب وزيري خارجية البلدين. كما أجرى زعيما البلدين محادثات مثمرة للغاية وفق إفادات الرئيس الحسن وترى سمحت بتعزيز العلاقات الثنائية بين الدولتين. كما وصف الاتفاقيات الموقعة بأنها علامة على الإرادة المشتركة لتعزيز علاقات الصداقة والتعاون، مشيرا إلى أن منتدى اقتصادي سيعقد بين رجال الأعمال من الجانبين. اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن على بلاده أن تبدأ بإنتاج صواريخ قصيرة ومتوسطة المدى سبق أن تم حظرها بموجب معاهدة مع الولايات المتحدة للحد من انتشار الأسلحة. وقال بوتين خلال اجتماع مع مسؤولين أمنيين كبار: يبدو أننا نحتاج إلى البدء بإنتاج هذه المنظومات مجددا، في إشارة إلى صواريخ يراوح مداها بين 500 و 5500 كيلومتر كانت محظورة بموجب معاهدة الصواريخ النووية المتوسطة المدى التي تعود إلى حقبة الحرب الباردة. وانسحبت واشنطن من المعاهدة في العام 2019 متهمة روسيا بعدم الامتثال لها. وقال الكرملين حينها إنه سيلتزم بوقف الإنتاج إذا لم تنشر الولايات المتحدة صواريخ على مسافة قريبة من روسيا. وفي خطاب متلفز أمام كبار المسؤولين الأمنيين، أكد بوتين أن الولايات المتحدة بدأت باستخدام مثل هذه الصواريخ في تدريبات بالدنمارك. تقدمت إسبانيا بطلب رسمي للانضمام إلى القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بشأن الإبادة الجماعية بحسب بيان لوزارة الخارجية الإسبانية والمحكمة. وأوضحت وزارة الخارجية الإسبانية أن هذا التدخل يأتي استنادا إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمنع ومعاقبة مرتكبي الإبادة الجماعية لعام 1948 مستندة إلى المادة 63 من نظام المحكمة. وذكرت أن كولومبيا والمكسيك وفلسطين تدخلت بالفعل، بينما تنوي أيرلندا وبلجيكا المشاركة في القضية المرفوعة. ومن جهتها أعلنت تشيلي انضمامها كذلك لدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بارتكاب إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني. وفي ديسمبر 2023 رفعت جنوب أفريقيا دعوى ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية لانتهاكها اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948. أدان البرلمان الباكستاني القرار الذي أصدره الكونغرس الأمريكي قبل أيام للتحقيق في الانتخابات الباكستانية التي أجريت في فبراير الماضي، ووصفه بالمخالف للحقائق، كما اعتبره تدخلا في الشؤون الداخلية لباكستان. وأعرب البرلمان الباكستاني عن أسفه لقرار الكونغرس الأمريكي رقم 901 الذي طالب بإجراء تحقيق كامل ومستقل في مزاعم التزوير بالانتخابات العامة الباكستانية. وفي قراره اعتبر البرلمان الباكستاني أن القرار الأمريكي مخالف تماما للواقع، مؤكدا أن باكستان لن تتسامح مع أي نوع من أنواع التدخل في شؤونها الداخلية كدولة مستقلة وذات سيادة. كما طالب الولايات المتحدة بالحفاظ على العلاقات الثنائية مع باكستان على أساس الاحترام المتبادل. مشاهدينا، نختم النشر بأهم وأبرز العناوين. حماية التربة والمياه في إقليم عنسبة. فرع الشباب في شمال البحر الأحمر يقيم أنشطته. تنظيم سباق السيارات والدراجات النارية في أسمرة. ساحل العاج وأنغولا توقعان 14 اتفاقية لتعزيز التعاون.
بوتين يدعو إلى استئناف إنتاج صواريخ متوسطة المدى بقدرات نووية. إسبانيا وتشيلي تنضمان رسميا لدعوى الإبادة الجماعية ضد إسرائيل. مشاهدينا الأكارم، هكذا نكون قد وصلنا إلى نهاية نشرة هذا المساء. شكرا لحسن الاستماع والمتابعة، ودمتم في أمان الله.